وينطبق على شريف منير المثل اللي بيقول يا مأمنة للرجال يا مأمنة للمية في الغربة. تعالوا مع بعض نشوف ايه هي قصة لورا عماد اللي اتجوزها شريف منير في عز مرض زوجته ناهد، واللي كانت صاحبتها جدا الروح بالروح. وما تنسوش اللايك والاشتراك ويلا بينا. شريف منير بدأ حياته الفنية كعازف درامز قبل ما يخش التمثيل، بعد كده دخل التمثيل وكان متزوج من السيدة ناهد واللي كانت من خارج الوسط الفني. خلف من ناهد بنته أسماء وابنه فؤاد. السيدة ناهد بعد كده تعبت جدا واكتشفوا ان عندها سرطان في القولون، وكانت صديقتها الانتيم اللي هي لورا عماد، وهي طبعا مسيحية زي ما انتوا عارفين، هي المرافقة ليها يوميا، وكانت بتبقى معاها يوميا من الصبح لحد بالليل، وبتعمل كل الواجبات اللي المفروض تعملها السيدة ناهد، لان طبعا السرطان وزي ما انتوا عارفين بيقلل من المجهود بشكل كبير جدا. شريف منير اعجب بلورا من اول نظرة وكان عينه عليها يوميا، لدرجة ان في يوم جه وصدمها وقال لها انا عايزه اتجوزك. قالت له انت ايه اللي بتقوله ده يا شريف؟ انت عارف ان انا مسيحيه، ثم ان انا صاحبه زوجتك، ما ينفعش ابدا انت بتقوله. قال لها انا بقول لك ايه، انا عارف كل ده وعارف ان انت مسيحيه وعارف ان انت صاحبه زوجتي، ايه رايك لو نتجوز وساعتها هكون اسعد راجل في العالم. وبصراحة لورا أعجبت بجرأة شريف منير جدا وبدأت تخير نفسها كده، لكن هو كمان خير زوجته ناهد وقال لها يا إما ننفصل يا إما نعيش كلنا مع بعض ولورا تبقى معانا. وطبعا قصاد الضغط الشديد ولأنها كانت مريضة وقتها السيدة ناهد وافقت وكلهم عاشوا في بيت واحد، وكانت علاقة لورا بأسماء وفؤاد علاقة كويسة جدا لحد ما السيدة ناهد تعافت من السرطان وكل واحد عاش في شقة، وأنجب شريف منير من لورا بنتين. وبعد انفصال شريف منير في بيت لوحده مع لورا وانفصال زوجته ناهد وأولادها في بيت تاني، بعدها بشهرين تقريبا توفت السيدة ناهد ورجعوا تاني يعيشوا مع بعض كلهم في نفس البيت. لما خلفت لورا من شريف منير بنتين لقت ان المجهود عليها صعب جدا وهي محتاجة ان هي تتفرغ عشان تربيهم تربية كويسة، وبالفعل اتفرغت ليهم وسابت التمثيل. لكن مشاكلهم ابتدت تظهر على الساحة لما لورا كشفت كل المشاكل اللي بينها وبين بناتها على السوشيال ميديا، وده اللي ضايق شريف منير جدا، وبعد كل مرة ياخدوا قرار الانفصال كانوا بيرجعوا فيه، وده لحد آخر مرة لما كتب شريف منير على حسابه الرسمي على انستجرام تم الانفصال بيني وبين السيدة لورا، أتمنى لها كل خير، ودي كانت النهاية.